عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. هنستكمل النهاردة بقى الحديث عن نجم جديد من نجوم الزمالك اللي سابوا ذكرى كبيرة جدا واللي سابوا نجومية كبيرة واللي أثروا في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ الكرة المصرية والأفريقية. هكلمكم النهاردة عن نجم فوق العادة. هكلمكم النهاردة عن إيمانويل كوارشي، مهاجم الزمالك في موسم 83 84 و 84 85 وكابتن منتخب غانا في كأس الأمم 1982. الزمالك اتعاقد سنة 83 مع إيمانويل كوارشي اللي كان مهاجم لمنتخب غانا، وكان وقتها هو كابتن منتخب غانا اللي رفع آخر كأس أفريقية منتخب غانا تفوز بيها في تاريخها. يعني الحظ لم يسعد غانا بعد كده انها حتى لما وصلت نهائيات وكده انها تكسب كأس الأفريقية من بعد التاريخ ده. فكوارشي هو آخر كابتن لغانا رفع كأس الأفريقية سنة 1982. غانا اللي كسبت كأس أربع مرات، من ضمنها مرتين 78 و 82. كوارشي كان مشارك في كأس مع المنتخب غانا في البطولتين، وكان كمان في 1982 هو كابتن منتخب غانا. كوارشي اللي انضم للزمالك وساب ذكرى كبيرة جدا 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 جدا، وساب تاريخ ناصع البياض زي تيشيرت الزمالك كده. لما ساهم في الفوز وعودة بطولة الدوري بعد غياب 6 سنين. الزمالك يفوز بالدوري 83 4 موسم 83 84 بعد اخر بطولة 77 78، واللي هو احرز هدف الحسم في الاهلي في اخر مباراة في الدوري، واللي ساهم مساهمة كبيرة جدا. وكمان ساهم في الحدث الأكبر ساعتها والحدث الأقوى والأعظم وقتها بالفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة في تاريخ الزمالك سنة 1984، وأحرز 3 أهداف في البطولة، هدفين في ديكانر الديفلز في دور الثمانية، منهم هدف من نص الملعب من 45 ياردة بقذيفة مدوية يعني رهيبة ما زلنا بنتذكرها حتى الآن. وأحرز هدف تاني في نفس المباراة، فوزنا 5-1. وبعدين فوزنا على جيت زي اوزو في دور قبل النهائي، وده كان اقوى فريق واقوى فريق في البطوله، وكان بيضم اكتر من نص منتخب الجزائر اللي كان شارك في بطوله كاس العالم 1982 وفاز على المانيا وعلى شيلي، ساعتها المنتخب التاريخي في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الكره الافريقيه والعربيه. فاحرز الهدف الثالث اللي هو الهدف اللي انا كنت عامل عليه فيديو عندما لعب الزمالك التيكي تاكا قبل الجميع. وطبعا انتوا عارفين الفيديو موجود، وموجود في الفيديوهات يعني موجود فيديو كبير وموجود فيديو تاني في الفيديوهات في الشورت، في الفيديوهات القصيره. كان في الهدف دوت الكره اتنقلت 12 نقله ما بين 9 لاعبين من ضمنهم حارس المرمى لغايه ما كوارشي احرز الهدف. وكوارشي كان نزل كمان حضر الهجمه قبليها، وبعدين استلم الكرة تاني لما اتلعبت له اوفر ولعبها بالهيد، جاب الهدف الثالث اللي حسم تأهل الزمالك للنهائي، ومن أهم أهداف البطولة اللي سبب في فوز الزمالك بالبطولة. كوارش لعب مع الزمالك موسمين، أحرز في الأهلي 3 أهداف في الموسمين. كوارش طلع قرار ظالم وجائر من اتحاد الكورة بمنع اللاعبين الأجانب والمحترفين الأجانب من اللعب في الدوري المصري في المسابقات المصرية. فاضطر كوارشي ان بعد موسمين بالظبط بالتمام وكمال يمشي من الزمالك ويروح المحرق البحريني، وهناك اشهر اسلامه بقى اسمه عبد الله كوارشي. كوارشي في الموسمين دول ساب احلى ذكريات مع الزمالك. كوارشي مشي والزمالك لسه ما كملش بطولة 1985، مش بعد بعد دور ال 16. كان لسه الزمالك قدامه دور الثمانية ودور النص النهائي والنهائي. فالزمالك وصل في نص النهائي مع الجيش الملكي المغربي اللي كان اقوى فريق في المغرب وبيضم اغلبيه منتخب المغرب. الزمالك فاز هنا 1-0 بدون كوارشي بقى بعد ما مشي، واتغلب هناك 1-0 ولعبوا ضربات ترجيح. الزمالك خرج بضربات ترجيح والجيش الملكي اللي كسب البطوله. طبعا كل حاجه بتاعت ربنا، بس وجود كوارشي كان ممكن يساعد الزمالك ان يكسب البطوله ديت اللي الزمالك فاز بيها 86. كان يبقى انجاز تاريخي للزمالك وللكره المصريه ان الزمالك يكسب 84 و85 و86، بس بسبب قرار ظالم زي ده الزمالك خسر بطوله افريقيا 1985. كان من اهم اسباب الخساره، يعني مش هو بس بسبب القرار بس خسر، بس عدم وجود كوارشي في البطوله. كوارشي ساب الذكريات التاريخيه دي مع الزمالك. كوارشي كان نموذج لراس الحربه راس الحربة المحطة اللي زي الكتاب ما بيقول عليه، الطول بالعرض، القوة، السرعة، الشوط بالقدم اليمنى، قذائف بالقدم اليسرى، ضربات رأس رهيبة.
استحواذ على الكورة، يقف على الكورة يلعب بكعبه، يلعب كورة على الأرض، لعيب يعني راس حربة نموذجي زي كتاب الراس الحربة ما بيقول كده. المهاجم التارجت نمرة 9 كان هو ده كورشي رحمة الله عليه. هو توفى سنة 2013 بالظبط 16 سبتمبر 2013 بعد معاناة مع المرض. نترحمه كلنا ونتذكره بكل خير، ونتذكر الفترة اللي لعب معانا فيها، وإن فعلا السيرة أطول من العمر والذكرى أطول من العمر، وهو ساب معانا أحلى ذكرى وأحلى سيرة. كورشي رحمة الله عليه في موسمين بس ساب تاريخ مع الزمالك وتاريخ مع جمهور الزمالك. كلنا لغاية دلوقتي بنحلف بيه وبنترحم عليه ونقول له رحمة الله عليك يا كورشي، سبت معانا أحلى تاريخ وأحلى ذكرى. وإن شاء الله نتقابل في لقاء تاني مع نجم تاني ومع أسطورة جديدة بإذن الله، ورمضان كريم عليكم بإذن الله. السلام عليكم.